الطريقة الجديدة مش فارقة عن القديمة حاجة، هي بقى الموضوع بسيط جدًا ونفس البساطة، كل الفكرة إن أنا بادّي له تفاصيل أكتر عن الbusiness بتاعي، وباساعده إن هو يفكّر معايا في الأمور اللي أنا عطلت عندها. يعني تعالَ نقرا الprompt اللي اتكتبت سوا. دلوقتي أنا عندي brand اسمه happy cat شغال في بيع كل أدوات وأكل القطط في منطقة مصر الجديدة. تمام. جمهوري المستهدف هو العائلات اللي عندها قطط وبتهتم بيها فعلا، مش بتاكلها اي حاجه وخلاص. انا هنا ما استنيتش ان هو يعمل لي الحاجات البديهيه او السهله او الواضحه بالنسبه لي، لا انا قلتها له. وقلت له مثلا ان عاده الناس دي بتكون اهم مخاوفها هي انها بتخاف من الاكل المضروب واللي جودته ضعيفه، وكمان بيبقوا عايزين يشتروا العاب ممتعه لقططهم مش عارفين ايه المناسب. فأنا هنا فعلًا حتى حددت له إيه المخاوف، ده معناه إن أنا عملت اللي عليَّ شوية. أنا فتحت الملف اشتغلت عليه نسبيًا، حددت نقط كتير، بس جيت عند نقطة معينة مثلًا عطلت فيها. أنا هنا مثلًا قلت له بس أنا بصراحة ما أعرفش إيه العرض الفريد بتاعي اللي هو USP أو الunique selling point، ولا إيه العرض الذي لا يقاوم اللي ممكن أقدمه ع للaudience بتاعي يعني. عايزك تديني 10 اقتراحات عشان انا شغال على خطه تسويقيه باستخدام النموذج ده، وجيت عند النقطه دي مش عارف احددها. فبمنتهى البساطه انا برضو رفعت له الفايل فهو عارف انا بتكلم على ايه. هعمل نفس الكلام اخليه ثينكينج، انا بفضل اخليه ثينكينج عشان ياخد وقته في التفكير ويبقى نسبيا كرييتيف. وهدوس كده فعلا. هتلاحظ ان هو بيفكر للحظات وبعدين هيبدأ يظهر النتائج ويرشح لي التفاصيل اللي انا كنت طلبتها منه واللي ما كانتش واضحه بالنسبه لي. فهنا مثلا اولا مقترحات العرض الفريد. انا بيقول لك مثلا اوبشنز زي الضمان الاصلي فقط، التعهد بان كل كيس طعام يخرج من محلك يحمل باركود المصنع الاصلي مع سياسه استبدال فوريه اذا ثبت غير ذلك. يعني انت من الاخر بتقول للعميل ان انا الوحيد اللي هطلع لك الباركود بتاع المنتج. طبعا انت هنا بقى بيجي دورك ان انت تشوف الاقتراحات اللي طلعها لك جيميناي مناسبه للمجال بتاعك ولا لا، لان اوقات كتير هو بيكون مثلا بيتكلم على حاجات ممكن تكون مناسبة مع سوق بره أكتر زي أمريكا وأوروبا وكده، ولكن مش منطقية عندنا في مصر. وممكن يكون مش منطقية للبيزنس بتاعك أنت تحديدا لسبب ما. بالتالي دي ميزة استخدام الذكاء الاصطناعي، إن هو بيفكر معاك وبيديك أفكار كتير ومش هيعطل إنه يديك أفكار. فأنت كل دورك في الحالة دي إن أنت تبدأ تبص على الأفكار اللي هو طلعها، وبناء عليه تختار منها المناسب ليك أو حتى تستلهم منها الفكرة المناسبة ليك.